بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم في وصفة من وصفات لمسات أم ياسين قدم لكم خبز الدار، راح يكون أكثر من رائع. نستعمل فيه السميد فقط. الخبز الدار اللي فات كنا استعملنا فيه شوية فرينة، لكن هذا سميد فقط ويجي النتيجة كما راكم تشوفوا كشغل كاطو ماشي خبز الدار. إن شاء الله تتبعوا الخطوات وتنجحوا في هذه الوصفة. شاركتها معاكم بكل تكاتها وبكل الأسرار تاعها. واكيد انا راني هذا الخبز وشحال مره وانا ندير فيه، يعني معتمد عندي، ناجح 100% من اول تجربه باذن الله اذا تقيدتي بالمراحل وبالمقادير. هذا الخبز تحبي تشربي به قهوه، تحبي ديريه حلو كشغل خبز الدار، وتقدري ديريه هكذا تاكلي به الاطباق تاعك، يعني اختياري. هنا عندنا 3 كؤوس سميد يكون رقيق، من احسن يكون رقيق باش يمد لك نتيجه رائعه. عندنا ملعقه كبيره تاع خميره فوريه وملعقه كبيره تاع سكر. هكذا نضيفوا النواشف مع بعض، نخلطوهم بهذا الشكل. ندير حفره في الوسط، ندير عندي كاس ماء دافئ، عندي كأس حليب دافئ وربع كأس حليب دافئ نحطه، ومن بعد راح ندير به الخلطة الرائعة اللي راح تمد لنا الخفة وتزيد تبيض لنا العجينة تاعنا ويجي خبز الدار جميل جدا. نخلطوا المرة الأولى فقط بالملعقة بهذا الشكل حتى يمتزجوا المكونات شوية هكذا، ومن بعد نكملوا المراحل الأخرى. هكذا نجملهم على جهة بهذا الشكل ونغطوها. وطبعا نرجع ليها. عندي هنايا نصف كأس زيت كما راكم تشوفوا بهذا الشكل نديرو هكذا شغل تقطعي العجينه تاعك تقطعيها بهذا الشكل كما راكي تشوفي في الصوره. نجو لوسمو نصف كأس الزيت تاعي نضيفه على دفعات هكذا، وندير هذا الحركه باش يدخل لنا الزيت في العجينه. كما راكم تشوفوا انا ما قطعتش التصوير هكذا باش تبان لكم النتيجه. يعني يشبه كثيرا الخبز الدار اللي تشاركته معكم، مع فقط هذا الخبز الدار ما درتش فيه كامل الفرينه. وكتشوفي النتيجه يعني تجي جميله جدا كما هكذا. نضيفه بالعقل الزيت تاعنا ونديرو في هذه الحركه. كل ما تدخل كمية الزيت نزيدو نضيفو الكمية الأخرى حتى نكملو كامل نصف هذاك الكأس، ومن بعد نجو للمرحلة الأخرى اللي هي ربع كأس تاع حليب. نضيفو له ملعقة كبيرة تاع بودرة الحليب، ونضيفو له نصف ليمونة يعني عصير ليمون، أو ملعقة كبيرة تاع خل اختياري، مع وحدة خميرة كيميائية اللي راح تمد لنا هذا التفاعل اللي راكم تشوفوا فيه، وهي اللي راح تمد لنا الخفة الخبز الدار تاعنا، وتمد لنا تخلي العجينة تاعنا أكثر بياض. كما تشوفوا لازم تدير هذا الحركة، هذا الفوران، تفاعل الليمون ولا الخل مع الخميرة الكيميائية بهذا الشكل. نفل الكأس تاعي أنا ونكمل. كتشوفوا نزيدو نديرو هذا الحركة، نفس الحركة اللي كنا نديرو فيها، دخلنا فيها الزيت ندخلو فيها هذا الخليط هكذا. نكملو كامل الكمية بالعقل بالعقل. خذي الوقت تاعك، ما تزربيش هكذا. والحاجة كي تمدي لها يعني الوقت تاعها أكيد راح تجي مليحة كيما راكم تشوفوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. إخواني لا تنسوا إخواننا في فلسطين بصالح دعائكم. ربي ينصرهم إن شاء الله على العدو الغاشم يا رب العالمين في القريب العاجل يا ربي. ربي يقويهم إن شاء الله. كما راكم تشوفوا نديروا هذه الحركة، نكمل كامل الخليط تاعي ندخلو في العجينة، ومن بعد شغل نخدمو في السفنج هكذا. تحبي تغطسي يدك في الماء يكون دافي وديري هذه الحركة. شوفوا حوالي 3 دقائق، أنا ما زدتش أكثر، 3 دقائق فقط، وكتشوفوا العجينة تجي أكثر من رائعة كما هكذا. دركا أنا نخليها هكذا تخمر بهذا الشكل كما تشوفوا راني نوري لكم في القوام تاعها تجي بزاف خفيف. هكذا دركا نكونوا نشعلنا الفرن. طبعا في هذه المرحله نشعلوا الفرن تاعنا، لازم تكون في المخبوزات الفرن يكون بزاف سخون. هنا جيت انايا شوفوا ما شاء الله صلاه النبي كيفاش طلعت لنا العجينه تاعنا. هكذا ندير شويه زيت هكذا باش نجمل العجينه تاعي باش ما تلصقليش في اليد تاعي بهذا الشكل. ونكون وجدت انايا ورق الزبده، والله تدهني البلا تاعك بشويه زيت ولا زبده، ودير عليها شويه فرينه هكذا فقط باش ما تلصقلكش. ومن بعد
في المخبوزات من الأحسن تدهني البلا تاعك بالزبدة، أحسن يمدلك مذاق رائع. هكذا نديروها فوق الوسمو تاعي. أنا البلا تاعي هذا شوية كبير، أنا ما نحبوش بزاف خبز دار تاعي، مش ما نحبوش عالي بزاف. إذا حبيتي عالي فقط صغري البلا تاعك هكذا تتحصلي على النتيجة اللي راكي حابتها. عندي أنا بيضة كاملة هنا كما راكم تلاحظوا. الخبز دار اللي فات كنا درنا فيه درنا فيه بيضة، أما في هذا الخبز دار ما ضفنالوش الخميرة، أما عفوا ما ضفنالوش البيض. بصح لازم السطح تاعو ندهنوه بالبيض بهذا الشكل، نضيفوا له قطرات من الخل وشوية تاع لافاني. هنا أنا درت بذور الشيا، كما نعرفوا بذور الشيا صحية جدا. انا بعد ما خمرت خمر خبز دار تاعي درت له البيض هكذا. كي تعودي ديري في البيض لازم تديري بالعقل فقط. انا كنت مسرعه الفيديو هكذا باش ما يهبطلكش الخمر تاعها. كما تشوفوا انا طيبته من تحت حتى حمار، ومن بعد درت له التحميره. تهبطي البلا تاعك لتحت، اذا كان الفور تاعك ماهوش تاع مروحه هبطيه لتحت كامل وخليه يحمر ويدي لك تحميره كامل نفسها في كل الجوانب. بهذا المرحلة رانا كملنا خبز دار تاعنا، راه واجد كما راكم تشوفوا، جا خفيف جا رائع. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتنجحوا فيها، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. دوكا تشوفوا القوام كي نعود نقسم كيفاش خبز الدار يعني خفيف بزاف، هشيش. وكما نعرفوا خبز الدار اللي يجي بالسميد يجي بنين، مش كما خبز الدار تاع الفارينة. وكاين بزاف اللي يحبوا خبز الدار تاع السميد لانه شوية صحي، أكثر صحية من تاع الفرينة. كما راكم تشوفوا يعني جاك شغل قاطو. ننصح إخواني أخواتي جربوا هذه الوصفة، ما همش راحين يندموا، أكيد راح تكون معتمدة عندكم وسهلة سريعة بهذا الشكل. تحبوا ديروها كذلك في البيتخا نورمال في العجانة. راكم تشوفوا هنا راه مازال شوية سخون هكذا، راكم تشوفوا في النتيجة يعني الصورة تتحدث عن نفسها هكذا. في نهاية هذا الفيديو، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، أمنها وأمانها، أرضها وسماءها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم يا رب العالمين. اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في أمان الله وحفظه.